خناقة جماهير تشيلسي مع ابو تريكة. انا اقول لك ابو تريكة في حلقة ماتش تشيلسي وويست هام لما تشيلسي شالت 3 قال ان تشيلسي صرفت مليار باوند وعندهم 3 نجوم بس، وفي اول ماتشين في الدوري الانجليزي اخدوا نقطة واحدة بس، ولو جمع محللين بي ان سبورت كلهم ممكن يلعبوا تشيلسي ويكسبوه عادي يعني، وان فريق تشيلسي ما يسواش غير 10 ريال. وقال الكلام ده من هنا والدنيا اتقلبت من هنا، هجوم ومطالبة بطرده من قنوات بي ان سبورت ودعوات مقاطعة وهاشتاج طرد ابو تريكة مطلب يتصدر السوشيال ميديا. ايه يا كباتن، ما بالراحه، الراجل قال رايه عادي، مش مستاهله يعني كل الحوار والضجه دي. حتى ابو تريكة طلع تاني وقال في ايه ده، احنا بنتكلم في كوره ترفيه يعني، هيك رويح كده واهدى واشرب لك كوبايه شاي. وقال لهم هو انتوا يعني كنتوا من مواليد لندن؟ وبعدين روحوا شوفوا اموال تشيلسي جايه منين. تفتكروا قصد ابو تريكة على ابراموفيتش مش الملك الجديد لتشيلسي؟ ابراموفيتش روسي يهودي وعليه كلام كتير قوي في بريطانيا، بيقولوا انه فاسد عشان اكتر من نقطه، منها علاقته القويه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودي لوحدها قلق. وابراموفيتش نفسه اعترف على نفسه في المحكمه وقال ان هو بيدفع فلوس مقابل نفوذ سياسي. حكم المحكمه ساعتها قال ان هو كان بيدفع لبريزوفسكي مقابل الحمايه. مين بريزوفسكي ده كمان؟ ده يا سيدي روسي اسرائيلي هي حصلت عامل لجوء في بريطانيا علشان متهم في روسيا في قضايا فساد وغسيل اموال وقتل وليله كبيره قوي سعادتك. الراجل ده مات اصلا، اتقتل، مات مشنوق. انا بقول ان الموضوع وسع مني قوي ولازم اقفل الحلقه. سلام.